شفيقة كثيرة تعالج مجانين. والله صدقك إلى خربانة انساسة لما راسي. يلا هيا ألف صفي بثواب، لو إني عارفة إني ما تجملش زي البساس تاكل وتنكر. حلو، بما إنك وافقتي يلا يا ريت تنزلي تشتري كمان 5 كيلو ليم. هات أنت وزوجتك، الله يرحمك يا عبد الحليم. تعال شوف زوجتك آخر معلمة عشاق. اوه رغم انك حان بالي هنا ولا خبرت. وعدي لسانك طويل، لكن اسمعي بقول، سامعي اللي اقول حنين امك وشادي. هيا ركزي ركزي يا زهير، ما في بيشطافه شوفي عيد. لا تحسسينيش انني بليده. لا تنسيش يا عمه فطوم انني خريجه انجليزي. وين ولا فلسفه. ركزي هيا. وين مش بعيده ليك، عندي الضغط امه. ها اول حاجه تشوفي امه، ما انا اعطيتك اول شيء نظري. ركزي. تمام. يلا اول حاجه نبدا تعريف العشار لغه واصطلاحا. لا تاخذينيش من البدايه، ادخلي في النص. يقلعيك. هيا خلاص بناخذ زراعه الليمه الحامض. انا مش تشوفي المزارع، اشتي ابيع عشار. واذا لزينك يحرقك ربي. خلاص هيا شوفي بنبدا معك. يلا هيا نتجاوز عن دونه، نمسك معك من حصاد الليمه الحامض وتوريده. تمام. لا بالغتي، كي خذي نهايه المنهج وتخارجي. الله يصبرني عليك والله كلنا من شانك يا شادي، ولا انت فين تستاهلي. هيا خلاص شوفي ركزي. هيا العشار ايش بنحتاج؟ شوفي امه. طبعا بنحتاج ليم حامض. ايش بنحتاج؟ اكيد بنحتاج ليم. قطع عشار ليم يعني بنحتاج مثلا تفاح. وين زهير بتسكتي ولا قمرزنيك العشار بعينك؟ خلاص بصدلق فيه. يلا وريني. خلاص هيا ركزي. الحين بنرسم لله. امرك لله يا عبد الحليم، كان بتشل زوجتك معك وبتخارج نحن منه. على اساس هذا ليم حامض وذا ملح ودي قاروره. تمام. أيوة. الان بنوري لك. ركزي. ياي قوم. مالك؟ شوف العشار، شوف كيفهم مرصوصين. حلو مرصوصين كذا جميل والله، منظرهم رهيب يعني. هنا في الصاله، في المطبخ، في غرفه النوم. مليتي البيت عشار بدل ما تملي لي يا عيال. ها لا بايرات. حلو اسلوب عرض جميل. خليهم كذا. ها لو واحد دخل اكيد بيشوف بيشتري. شادي ايش دي؟ شوف القصعه هذه كيف مقهوره. تشتريها مكتئبه كده تحسيها. ايوه وكي كده معطفه زي اليتامى صح؟ ترحم. انا بمد لي 200 حرام كم يعني. تتهابل يا شادي. تتهابلي مالك؟ تقول لي ترحم ومش عارف ايش. عشار عقود عشار موجود هنا بيبتاع ان شاء الله. قولوا يا رب. قولوا يا رب. شادي حبيبي. ايش رايك؟ ايش رايي؟ تشيلهم مع فوق التاكسي وتبيع. ايش تهابلين انت؟ هذه بالمره اتيك الترتيبه يشيلك ابو حباش دبل ربنا كتيبه كده ربان. تتهابلي يعني قلت لي بفتح موضوع عشار ومشاريع مش عارف ايش. قلت يا الله مش مشكله، لكن عادي كمان تجيبي لي انا ابيع فوق التاكسي. دي هباله قدي. وفين المشكله؟ يعني انت بتتعب بتشيلهم معك فوق التاكسي، تطرحهم فوق الطبلون وبيعهم. وبعدين تخيل مثلا يعني كده يوم طلع معك واحد مشوار بسيط جابلك 1000 ريال وانت ما فيش معك مصروف، ايش بتسوي؟ بتروح تنزل البقاله تصرف له؟ لا طبعا، اعطي له كده علبتين 3، خد العلبه اللي ب100. لا بالشكل ولا بالطبع. اسمعي بنت الناس، خرجي الفكره من بالك، ما ببيعش فوق السياره ابدا. شادي لا تنسيش العماره برضو لا. شادي بطل حقك الانانيه، يعني انت بتساعدني ليش لا؟
لا 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 لو سمحت يا شادي، لو سمحت لو سمحت. شادي شادي شادي، اسمع كلامي انت بس. دي المرة قرب معي. اقول لك لا. لو سمحت يا شادي. اقول لك لا. يا شادي بطل الأنانية حقك. بعدي لا يعني لا. شادي لا. لو سمحت لو سمحت. اقول لك لا. لو سمحت لو خلاص سمحت. لا. لو سمحت لو سمحت يا شادي، لو سمحت. خلاص زلمة موافق. مان افتحي. هيا وسهلا ويا مرحبا بدكتورة المجانين الأولى. كيف كنتي؟ وحشتيني. الحمد لله يا بنتي. ده ايش جابه هنا؟ مش مكانه، ما عندش دخل اللي طرحوش اليوم من هنا. يلا لا لا مش وقته مش وقته. المهم تطمنيني عليك وما اخبارك. والله فقدت ليك. والله يا بنتي الحمد لله فقدتيني. ها ما علينا من ذا الكلام. كيف عمتك معك؟ مكاني تكد على قلبك. لا والله تمام الحمد لله تحسنت. تحسنت؟ ايوه. دي من فين تتحسن؟ دي عمري اصلا ما تتحسن. انا اعرف انت ما تعرفيهاش يا بنتي. اهم شيء انتي تمام الحمد لله يعني. تمام يا بنتي. ايش في يا بنتي؟ احس انه في حاجه. اني؟ ايوه. لا ولا في بحاجه. كده. شوفي يا بنتي، أنا دكتورة مجانين. دكتورة إيش؟ مجانين. مش حاجة تفوت عليا. ادخلي في الموضوع مو معك. يعني ايش قصدك؟ ايش قصدك يما يعني كريزي مثلا؟ لا ما في بشي حاجه، بس انتي يتهيألك على فكره. إيه اللي شيء يتهيألي؟ هي مقاومة معك. قولي هي. خليني دحومة تتجنن فوقك. يلا تكلمي. أنا يما على فكره فتحت لي مشروع صغير. مشروع صغير؟ ما من مشروع صغير. مشروع ادخل بو كده فلوس. ليش؟ زوجك ده الأهبل ابن هذه فطومة المقزز. ليك بدي بس قلت اساعده بالمصروف. ايش تساعدي بالمصروف؟ ايش المشروع ده؟ تشتغلي باستيراد وتصدير؟ لا استيراد وتعشير. يعني مخللات. ايش ده المخللات حقك؟ كلمي وهو فهميني. سويت ايوه سويت عشر وابيع. ايش؟ عشر؟ بنتي يعني بنت الدكتورة شفيقة، دكتورة أحسن مجانين. سمعتي وصلت لجيبوتي وضواحي مقديشو والصومال وباقي لقلب تطلع الدول العربية تشتغل عشر. لا خدك تعالجي مجانين. ما المجانين؟ نسيتي يا حبيبتي منو صرف عليك؟ منو كبرك؟ هي ما المجانين. طيب يا مام. ايوه مو معك. مش يعني بنتك حبيبك وقرة عينك. ادخلي بالموضوع. ما انا اشتي. شوفي فلوس أنا ما فيش معي. الراتب كمل، زلق طحس. ايش حد باقي؟ كمل. لا ما اشتيش منك فلوس. طول عمرك وانت تقولين ما فيش معي. وبعدين اني ما اشتيش من اي احد ولا اشتعتمد على اي مخلوق. اشتعتمد على نفسي انا وشادي بس. مين شيء ما اقول لك المشروع يا بنتي؟ اشتي. ايوه اللي بعده ايش رايك؟ ايش؟ اجيب لك كم قطعه كده عشر وتبيعيهم عندك من العياده. انت قرح لك فيوز لازم تجي عندي العياده. عشار الدكتوره شفيقه، البروفيسوره شفيقه، دكتوره احسن مجانين. سمعتها وصلت لجيبوتي ومقديشو وضواحيها. تبيع عشار في العياده. انت من يوم ما تزوجتي هذا ابن فطومي المقزز طير مخك. عشار لا يا ما فهميني العياده عشار. كهربت. اشتهمت لي القصة. شوف يا ابني، طبعا بعد الفحوصات دي اللي انت سويتها بانت الحقيقة. انت عندك مشكلة بالعصب القرنفلي، حصل له اشتباك والتباس مع العصب الفوفي. ايش؟ الموضوع ما فيه ان انا فنان مشهور ومعروف ودائما احافظ على صوتي وبشرتي. في الفترة اللي فاتت انا فقدت صوتي تماما. بس اسألك سؤال، انت تقولي لي فوفلي وقرنفلي، يعني يا دكتورة ما فيش امل؟ من فين ما في امل؟ انت شفت في حياتك مجنون يعقل؟
في طبعا عالم يوناني يقول اسمه ديوتروس، يقول بداية أهل يونان زنقلة. اصبري يا دكتورة، انا عندي لك سؤال. خير. انت متأكدة ان العالم هذا يوناني؟ لا يمكن صيني، يمكن ياباني، طبعا يا أولاد يوناني طبعا. يوناني؟ يمكن يتهيأ لك، يمكن يكون من العيال الحافة حققهم ولا شيء. وانا ما اقصدش، بس على فكرة يا دكتورة، انا وصاحبي هذا بحس انك مش فاهمة حاجة. مش انت اللي مش فاهمة، بالعكس انا وصاحبي نقصد السكرتارية هي اللي مش فاهمة شغلي خالص داخل العيادة. أنا يمكن ما سمعتوش تمام. ممكن طول قدني. الله يهديك يا دكتورة تفكرينا. انا مش قد الحاجات دي، يعني بفقد صوتي كمان. شو ده العلاج؟ كتبت لك حبات حمراء، طبعا تستعمل حبتين بالصبح. على اساس انه العلاج هذا اللي مكتوب بالورقة يا دكتورة اللي ولصاحبي. لا أني بشربه. كيف تشوف؟ إيش رأيك؟ ايش اللي كيف بشوف؟ اوكي خلاص يا دكتورة، ولا يهمك، عيونك تنتين نمشي الدواء هذا. ايوه شله عشان اسكح منك وتسد لقفك ده. اصدق فيه؟ ايوه انا بسده مع صاحبي. تفضلوا. المهم تستعمله. تمام. ايوه. طبعا في علاج ثاني لوضعك اليائس. هذا تشيله من الصيدليه، وهذا تشيله من عندي تستعمله كل ساعتين ملعقتين. يا صاحبي انت مستوعب الموقف هذا؟ شوفي يا دكتورة، الورقة هذه بالأدوية دي كلها فهمتي، وقلت معلش بتقاسم أنا وصاحبي، حبيته لكن اللي يوصل الموضوع إنك تبيعي لي عشار، لا عيب. مش قصدك يا دكتورة، يعني أنا مجنون ولا ممكن أكون أهبل ولا في حاجة من ده كله؟ أنا ممكن أكون كده، بس مش لدرجة إنك تبيعي لي عشار. مش مشكلة، جيبي نشرب عشار. شو اللي استعمله؟ خلاص يا دكتورة عشان اني اسكح من لقفك ده. تمام. بطل خرابيط واحلام. عيوني يا دكتورة. ايش اسألك سؤال؟ خير. هذا الدواء اشربه كم وقت؟ كل ساعتين ملعقتين. بتطلع لي الحموضة والله يا دكتورة. انا مش شغلي. طيب خلاص يا دكتورة، انا قلت لك ما تعصبيش، حتى ان شاء الله اشربه طول الوقت، ما عنديش اي مشكلة. يشرب معي صاحبي هذا. المهم يا دكتورة، نفسي اقص لك قصة. انا يعني كل اللي حصل لي من ده كله ان انا دائما لما انام احلم ان انا اكون فوق اطير. لما اكون فوق احلم انه فوق دي في مطبات، والمطبات دي يا دكتورة اطلع واحد وانزل من الثاني، ولما اصحي من النوم الاقي رجل زوجتي بلقص. تعمل حاجة خطيرة. بسألك سؤال، زوجتك سمينة؟ زوجتي؟ خبني قلب، هذا هو السبب. المهم العلاج استعمله، والعشار تاكله، ومعك موعد الاسبوع الواقي. تمام. الساعة 4 بالدقيقة، ولا لو وقع خبر ثاني تجي هنا وتعمل العشار، وتجيب معك القوارير الفاضية، وتكون مغسل القوارير نظاف. اوكي يا دكتورة، ان شاء الله. تمام. بس تصدقي يا دكتورة، انا لما دخلت العيادة حقي حسيت بارتياح شديد جدا، ولفتت انتباهي الدباديبة الجميلة هذه، وصورة الاثنين اولادك هذونا حبوبين جدا على فكرة. شوف يا ابني، هذول الحبوبين الحلوين الطيبين، شوف ما احلاهم، مش عيالي. شفت كيف؟ بس انا عندي حل يجنن عشان تكمل الفورة. اصورك صورة جميلة واطرحك بينهم، ايش رايك؟ تصدقي يا دكتورة، اذا هم مش عيالك مش مشكلة، ممكن اخليهم عيال. مين؟ بوش لعنة. بوش الله بن كلنتون. مين؟ باراك أوباما. مين؟ بوش.
هلا بابين ادخل. يا حيا يا حيا، كيفش؟ الحمد لله يا باشا، اخبارك؟ كيفش يا بنتي؟ الله يعافيك. وإيش أخبارك؟ والله تمام، انت بخير؟ انا بخير يابا. والله الحمد لله، البقعة عندنا ريضة زين. سمعنا منش وعنش الأخبار الزينة والحلوة، وهذه الحركات. خير، ايش سمعته؟ سمعت انش تبيعين عشار، والعشار ده اللي تبيعينه يعني ما يقع يا بنتي، ما يقع. ما شاء الله عليش، ما شاء الله عليش، التيارة تمشي بدمش. وراته بالدي ان ايه. دي ان ايه؟ ايوه. وهذا قناة أمريكية. ها؟ مش حالك يابا، مش حالك. اسمعي بقول لك يا بنتي، المثل يقول ايش؟ يقول يا موزع المرق أهل بيتك حق. ما يقع إن الناس كلهم يستفيدون منش، ونا اللي بوش اللي ربيتش. لا تبكيش، مش انت اللي ربيتني، مين اللي ربتني؟ معلش يا بنت، ايش فيك؟ علمتش الملعنة. اسمعي يا بنتي، اسمعي، ما دام انك انت تلقين عشار، انا بقول لك شوى. قول. بقول لك ايش رايش نبيع حقش العشار؟ ايوه. بالبقالة حقي، ونتقاسم الفايدة النص بالنص. وهذا الكور يا عبود، رية يا رية. بقول لك على حاجة يابا، بس لا تزعلش مني. لا، انت مقبرة بياس، الريال الداخل مفقود، اما الخارج متأكدة. وآمن ريال وآمن برشلونة، لقنا احنا بالدوري الاسباني. حرام عليش يا بنتي، حرام لا تصدقين كلام امش. بعدين اسمعي بقول لك. ايوه. بنديش بسباس احمر مقابل العشار اللي بتنجيني اياه. مستفيدة منك يعني، بس يلا عشان انت ابي. موافقة. تمام، بس باخذ منك قونية بسباس وفوق قصعة لبن. بيموت. قصعة لبن وهي قونية بس. يا الله أبا هي قصعة لبن. يونية. ايوه يونية بسباس. ايوه. بموت، حرام عليش. يونية بسباس وقصعة لبن. بتلقين علي من سودة عشار. يا مسيوبة، يا بنتي المسيوبة، صمصومة أمانة. وهنقول خلاص، أمري لله، وبنقول خلاص وافقت يونيا بسباس قصع البن. تمام، رغم اني مش واثقة. مش واثقة، عقلية ديارية. تعرف الرمة؟ سهير تعبنا الحرمة دي. الله يما، صدق على ما قلتي. رمة شربت حق مقدرة في كل مكان. يا سهير ها، مالك اشفي؟ بالله فين كنتي مخباية كده؟ لا صوت ولا صورة ولا عرف. ايش الرمة ما تشميش؟ يعني ما تشوفنيش؟
ما تشوفنيش ملتمه زي النمر المقنع. ايش في به؟ اكيد كلب ميت اكيد، ولا اكيد قتلت حد. الا لا شكلك قتلت خاله خزر. انا بدي الحق مع خاله خزر. انا خاله سامحين، انا بذلك انا مره ما نفعتك شكرا. ايش في؟ ده بسباس احمر جابوه ابي من البقاله حقه، عطيت له عشار جاب لي بداله بسباس احمر. اها قلت لي ابوك. كل واحد يجيب حسب ريحته بصراحه يا ناس. شوفني شرمه. اذا خلينا اكرع به، بكرع به انا بقى. لا 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 ودي البلكونه يا شادي. لا اي بلكونه انا لازم اكرع به. شادي ودي البلكونه. ما فيش قلت لك لازم اكرع به. انا رجال البيت وكلمتي هي اللي لازم تمشي. شادي في كلمه ودي البلكونه. شاهد اني بروح تمام. رايحه بروح اودي لامي وابي العشار عشان افهمهم بالاسعار الجديده. تمام. اسمع الاكياس هذه بقى ليلى بتوصبنا. ليلى بتوصفنا مكان عاد جابت بيس ولا ما جابتش؟ لا لا انت شغل منه وفهمها الاسعار الجديده. لازم تجيب لان دي دائما بتحصل الحساب حقه دريبه. ايوه. وبعدين ثاني مره وسط والله العظيم انه الحريم باوعات. كنت تشوف السوس مليان العشار وعدد تطعم صراحه منيحه العشار. احلى محلابه حبه السوداء. سوس يا هبله سوس. ما تعرفش حبه السوداء من السوس ولا الثانيه تقول لك مليح صراحه العشار مليح حلابه الخردل. الموضوع سوس، الموضوع معفن والله معفن. صدق يا شادي ضميري أنبني. ضميري ايش؟ مرتاح له شهر شهرين سنه سنتين على بال ما نطلع عماره محترمه، ولا تشتم 100 قسط عايرك على موضوع شقني حق اخته. لا خليه نايم احسن لما طلع العماره بعم بصحيه. يلا هي يلا لا اله الا الله محمد رسول الله. الى اللقاء. الوداع يا شادي. مع السلامه. توحشني. حتى انتي. مع السلامه. I will miss you. يلا مع السلامه. قال لي مسيوم. الله ولا فهمت كلمه. ريقة انجليزي. الله يا الله سهير يا فقد اللين يا بتحب توصينا على موضوع العشار. لوكا الحرمه دي لوكا. ها سهير داري خلاص داري ليلى بتوصي بنا تمام. باشل البياس مني باشل ايش؟ مسكونيك الشرطه؟ ليش؟ تستاهلي عشان العشار. ما لا تستاهلي اصلا. انت بلا ضمير اصلا بلا انت فينك تحت. لحظه خليك بالخط لحظه. ها سهير شفتك يا سهير شفتك. نكر ايوه انا اشر لك ايوه. مالهم؟ العشار طلع فاسد حالة تسمم. انت اصلا بلا ادب والله انك بلا ادب بلا ضمير. انت بلا اخلاق بلا ضمير والله العظيم بلا ضمير. تبيعي للناس عشار مسويسها بنت الناس. ايش من امسكها يا عسكري امسكها. هربت انت هربتها ورا السياره. لا مش جي شغل الطويله يا اخي عوصه. ايوه لا كذوبه بلا ضمير قدنا افهمك يا سهير. الله يهديك بس الله يهديك. تبيع للناس عشار مسوس. عيب يا ما كلمه يا سهير يا بنت الناس. عيب نحن يعني ضميرنا احنا لازم يكون صاحي لازم يكون ما ترضيش لكن تستاهلي يا سهير.